تحظي أسرارك. أول حاجة خصنا نعملوها هي بعدا نحدو شنو هو السر ونوع هذا السر. فالسر هو شي حاجة اللي خاصة بالشخص. طبعا غتقول لي هذه راه معروفة، ولكن هاد الحاجة اللي خاصة بالشخص كيمكن تكون حاجة عادية بسيطة، كيمكن تكون حاجة بين وبين، كيمكن تكون شي حاجة خطيرة، كيمكن تكون شي حاجة لها ارتباط بجانبه الصحي مثلا الجسدي، وكيمكن تكون شي حاجة لها ارتباط بجانبه الصحي النفسي. وفي الغالب هذا الأمر الثاني كتكون له علاقة بعلاقاته في المحيط ديالو، المحيط الأسري ولا المحيط المهني ولا المحيط ديال الأصدقاء وما إلى ذلك. وهذا السر كيكون عنده واحد الحجم، بحال قلنا إما بسيط إما بين وبين إما خطير. كل واحد فينا عنده أسرار في حياته، كل واحد فينا عنده هذيك الأسرار العادية ديال أي شخص، هو كيفاش كيشوف راسو من الداخل ماشي كيفاش كيبين راسو للناس. ولذلك يقول المتخصصين الاجتماعيين أنه كل واحد فينا قبل ما يخرج كيلبس القناع ديالو، كيلبس الماسك، باش من اللي يخرج غادي يشوفوه الناس وفق هذاك القناع. والسمك ديال هذاك القناع كيختلف من شخص إلى شخص. كاين القناع اللي ما كيبينش لك الوجه الحقيقي ديال هذاك بنادم، كاين القناع اللي كيبقى يبان لك شويه الخيال، كاين القناع اللي كيكون شفاف كيبان بزاف من الاصل الحقيقي ديال هذاك الشخص. وهنا فين كتختلف الشخصيات. ولكن في بعض الاحيان كيضطر الانسان انه يحيد القناع ويكشف على الاسرار ديالو، لانه هذيك الاسرار بحال كيقولوا الاختصاصيين النفسانيين كتكون بمثابة واحد الحمل ثقيل وثقيل وثقيل جدا على النفس ديالو، وكيبغي يتخلص من هذاك الحمل. شحال ديال الناس منكم كشفوا اسرارهم للناس وما بالنسبه لهم كاع ما دخلوا في هذه الهضره اللي كنقول انا اللي كتبان غليظه، اسرار ونوعيه الاسرار، وبالنسبه لهم عادي، شي حاجه ضاره في قلبه، جلست مع صاحبها، جلس مع صاحبه، جلس مع عائلته، شي واحد من هذه بقات هضره كتجيب هضره، هضره كتجيب هضره، حتى بدا كيعاود داكشي اللي في قلبه. هكذا حنا كنقولوا الاسرار، عاودت ليه داكشي اللي في قلبي. بدا كيعاود داكشي اللي في قلبه، خرج اشياء تحمس، وخصوصا الا كان الشخص الاخر كيسمع مزيان وكيسايرو وكيجاريه باش يجبد منه المزيد والمزيد من المعلومات، خرج داك الشيء الكثير اللي عنده، ومن بعد لقى راسو ضيع راسو، لان هذيك الاسرار اللي عطا استعملت ضده، اما بدون هدف. هذاك الشخص هكذاك شرير خايب، عاودتي ليه شي حاجه مشى كيضيع الاسرار ديالك، او هذاك الشخص طبعا شرير خايب ولكن عنده مصلحه في انه يقول السر ديالك. فشحال من مرة طلقات لأنها عاودات سرها لشي وحدة ولا لشي وحدينات. شحال من راجل بيتو تخرب لأنه عاود سره لصحابه، كيخرج مثلا أسرار البيت ديالو. شحال من واحد فقد العمل ديالو لأنه حكى أسرار مرتبطة بالعمل ديالو، مرتبطة بالرئيس ديالو، بالمدير ديالو، لشي حد اللي ما حفظ شي الأسرار وأداه بها. وزيد 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 من هذه الاشياء. الا بغينا نعدوا الحالات ما غادي شيء نساليو. واش ضروري نحكيو الاسرار ديالنا؟ وإلا كان ضروري اش من نوعيه من الاسرار نحكيو؟ وإلا كان ضروري نحكيو الاسرار ديالنا وحددنا النوع ديالها، الاش من نوع من الاشخاص نحكيو هاد الاسرار؟ وكاينه شي اسرار اللي كتكون كاتمه على القلب ديالك وكيخصك تخرجها، كيخصك تفوج على قلبك، كيخصك تخوي قلبك. إلا تحت الفرصة مع شي حد يمكن ما كتكونش كتعرفو مزيان، يلا بديتي كتعرف عليه في شي مكان، في شي قهوة، في شي نادي رياضي وما إلى ذلك، وبدا الحديث بيناتكم وبديتوا كتخوضوا في الحياة بصفة عامة، توصلتوا للحياة الشخصية ديال كل واحد فيكم،
كيمكن بلا شعور كتلقى راسك كتحكي. وهاد القضيه ديال بلا شعور كتلقى راسك كتحكي، بزاف ديال الناس منكم فيهم هاد القاعده، حيت كاين انواع ديال الشخصيات، وما غنخوضوش في كل نوعيات الشخصيات، غنبقاو في اطار موضوعنا. في اطار موضوعنا كاين واحد الشخصيه اللي ما كيمكنش تحفظ شي سر، لا سر نفسها ولا سر ديال غيرها. كيقولوا عليهم الناس اي كيهضر، كيهضر بلا فرانات، كيعاود كل شيء. اي عندك تقول ليها شي حاجه، عندك تقول ليه شي حاجه، هذاك راه ما كيستر حتى شي حاجه، ما كيستر حتى شي حاجه. كاين هاد النوع ديال الناس اللي كيحكي اسراره كامله لاي واحد كان، وما عندوش هو فكره انه داك الشيء يقدر يضره، ويمكن ينضر لما حكى الاسرار ديالو، ولكن عاود تاني مرة أخرى غادي يعاود نفس الخطأ. هاد الناس محتاجين المتابعة النفسية عند أخصائي نفساني. راه لهاد الدرجة أنا كنقولها لكم، حيت اللي ما كيحفظش الأسرار ديالو معرض لكل الشرور. راه بحال واحد الإنسان اللي كيدخل لدارو عنده فيها كل ما كيملك وكيخلي بابو محلول، ديما هو مخلي الباب محلول. حيت ملي كتحكي الاسرار ديالك شنو كدير؟ ما حليتيش غير باب ديال بيت ديال دار، حليتي الباب ديال حياتك كلها ودخلتي ليها الناس. دابا واش انت دارك تدخل لها اي براني؟ كتدخلش البراني. في غالب الاحيان الواحد منا دارو كيدخل ليها افراد يا الاسره ديالو يا العائله ديالو، ولكن البراني الا بغى يدخلوه كاين واحد المجموعه ديال الاحتياطات وكاين واحد المجموعه ديال الاجراءات، ماشي راجي ودخل لداري. ولكن كاين للاسف اللي يمكن ما كيدخلكش لدارو بسهوله، ولكن كيدخلك الاسرار حياته بسهوله، وهنا المساله كتكون اخطر والناس ما كيقدروش يوزنوها مزيان. كاين نوع اخر ديال الناس اللي ما كيقدرش يبقى كاتم بزاف، فاهم وواعي باللي راه ما خصوش يعاود اي حاجه لاي واحد، ولكن كيبقى داك الشيء كنقولوا حنا كياكلو فمو، كيخصو غير يمتى يخرج داك الشيء اللي عنده. ملي كتاح الفرصه واخا كيجيب له هو راسو باللي راه اختار المكان الزمان الشخص المناسب، كيحكي داك الشيء اللي عنده، ولكن كيخليها في يد الله. يمكن هذاك الشخص غادي يحمي السر، يمكن ما غادي شيء يحمي الاسرار ديالو. لما كتكون حافظ اسرارك كتكون كتاب مطوي مسدود ما قاريك حد. الناس بحال كنقولوا بالدارجه رادين منك البال، دايرين منك اتونسيون، ولكن بمجرد ما كيقراوك من خلال الاسرار ديالك اللي كتبوح بها، كتولي واحد الشخصيه عاديه، واحد الانسان عادي جدا. وشحال منكم كيلاحظوا تغير التعامل ديال الناس معاهم ما بين واحد الفتره وفتره اخرى وما كيفهموش علاش. ولكن الا تعمقتي ومن بعد ما شفتي هذه الحلقه فكرتي، غتلقى انك كنتي كتاب محفوظ مطوي ما عارف حد اسرارك ومحترم في هذا الباب، ومن بعد حليتي راسك ودوزتي صفحات حياتك قدام الناس وقراوك، وبالتالي طيحوا من قيمتك. داك الشيء علاش كل واحد فيكم خصو يطوي كتابه ويحافظ عليه مزيان. لما كنبوحوا بالاسرار في بعض الاحيان اسرارنا كتكون متشابكه مع اسرار اخرين، كيمكن تضر راسك الا حكيتي السر ديالك للغير، ولكن في نفس الوقت كتضر ناس اللي كتجبدهم اثناء حديثك على اسرارك، وهكذا كتشعب العمليه وكيكون ضرر كبير لما كنحكيو اسرارنا. لما كنبغيو نحكيو السر ديالنا بالنسبه للناس اللي كيعتقدوا انهم متزنين في هذا الباب، كيتمحصوا مزيان وكيقلبوا مزيان وكيفكروا مزيان لما غيقولوا داك الشيء اللي بغاو يقولوه، وكيكون عندهم شي حد قريب جدا منهم وكيحكيو ليه، ولما كيحكيو ليه كياخذوا الوعد من عند هذاك الشخص انه داك الشيء اللي قالوا ليه غيبقى بينهم وبينه، ما غايخرج. سرك في بير، كون هاني. وكتحكي وكتبوح، وهذاك الشخص اللي حكيتي ليه كيعتقد نفسه امين،
وما غاديش يحكي السر ديالك، ولكن تواجده مع صديق آخر ديالو أو صديقة اللي كيثيق فيه واللي كيعتبره أمين واللي كيعتبره كيحفظ السر، خلاه أنه يقول له شوف غنقول لك شي حاجة راه قال لي واحد صاحبي وراني قلت لي ما غنقولها حتى لشي واحد، وراني زعما انت كنقول لك لانني عارفك بحال نفسي، اما انا راه واحد اخر ما نقول ليش هاد الهضره. وكيحكي ليه ها هو السر دابا ولا ما بينك وبينه، هو صاحبك العزيز عليك الامين، ولكن ما بينه هو وما بين صاحبه الاخر العزيز عليه الامين. صاحبه الاخر تا هو عنده شي حد معقول ما كيهضر ما كيتكلم كيحفظ السر ما كيعاود لتا شي واحد، بقات الهضره موضوع كيجبد موضوع حتى جات في الهضره قال له شوف انا راه قال لي صاحبي واحد الهضره اللي ما يمكنش خصها تخرج وما خصنيش نعاودها لشي واحد، ولكن عارفك انت شنو كتسوى، عارف غنقول لك الهضره غتبقى بيني وبينك. الاخر امين ومعقول كيقول له كون هاني هادشي اللي غتقول لي يا صاحبي، واش انا عاد اليوم واش انا عاد اليوم عاد تعرفني ولا عاد نعرفك، هضر شنو كاين. كيحكي له داكشي اللي كاين، ها السر ولا ما بينه وبين الاخر والاخر صديق الامين وصديق الامين وصديق الاخر الامين، وهكذا كتبدا تتشعب وكتبدا تنتشر الاسرار من واحد لواحد، وكل واحد نيته حسنه، وتا واحد ما باغي يقول السر ديال هذاك لا واللي عاودو، وشكون اللي خاسر في هادشي كله؟ هذاك لا واللي عاود السر. لذلك قالوا سيادنا السر إلا فات واحد داع، ماشي إلا فات جوج، إلا فات واحد، إلا فاتك شي السر إلا خرجتيه ما بقاش ديالك، راه ما بقاش سميتو سر، راه ما كاينش ديك القضيه غادي نقول لك الحاجه بيني وبينك وصافي وانا كنوعدك ما غاداش تخرج، راه غادا تخرج بطريقه او باخرى. واكثر من ذلك اليوم حنا صحاب، اليوم حنا مفاهمين، غدا كيمكن توقع شي حاجه تخسر العلاقه بيناتنا، اسرارك اللي عندي يمكن نستعملها سلاح ضدك، اسرارك اللي عندي يمكن تكون وسيلتي باش نعرف نقاط الضعف ديالك باش نأذيك ونتغلب عليك. اذا علاش انا غنوري نقاط الضعف ديالي لاشخاص اخرين؟ كيبقى القضيه الان واش الاسرار يمكن لها تتقاسم مع افراد الاسره الواحده، ولدك يعاود لك سره، انت تعاود سرك لولدك ولا بنتك، انت تعاودي سرك لبنتك ولا لولدك، ممكن وفيها نظار، والنظار انت اللي كتحدد العمق ديالو، كيفاش ربيتي هذاك ولدك ولا هذيك بنتك، واش من صغرو تصاحبتي معاها وكنتو كتقاسموا الاسرار وربيتيه على حفظ السر الاسري على الاقل، اما الاسرار الاخرى مع الاغيار ما نقدرش نضمن لكم. انما هل يمكن ان نتقاسم السر داخل افراد الاسره؟ ما كنقولش العائله، راه كاين فرق ما بين الاسره والعائله. ملي كنقولوا الاسره اب وليداتو مثلا، ام وليداتها، راجل مراته، مرا راجلها. ملي كنقولوا العائله الخوال العمام ولاد العم الجد الجده وزيد وزيد وزيد، كبرات العائله خلاص هذيك ما نهضروش عليها، كيمكن تقول السر لولد الخاله يوصل لولاد العم كاملين. الان حنا كداخل الاسره كتقول الدراسات والواقع كيمكن تقاسم الاسرار بشكل او باخر، ولكن اللي غيقول السر خصو يكون حريص ان هذاك السر ما غاديش يضر فرد اخر من افراد الاسره، غادي يقولوا في اطار بناء ماشي في اطار هدام. واحد الجانب بالغ الاهميه دمر المفهوم ديال السر، مواقع التواصل الاجتماعي. الناس هوايتها ولات هو انها تفضح حياتها، هو انها تفضح اسرارها، لدرجه انه كاين واحد المجموعه الناس حياتهم ولات كتاب مفتوح امام كل الناس. وانتم كتلاحظوا في كثير من الاحيان هادوك الناس كيبداو يدخلوا من بعد في مشادات وفي معيور وشد ليا نقطع عليك مع ناس اخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فاي واحد مشى لاي بلاصه كيصور وينزل، اي واحد كياكل شي حاجه كيصور وينزل، اي واحد مسافر لشي بلاد فلان فلان راه في المدينه الفلانيه، راه في الدوله الفلانيه،
اي واحد مشى لشي بلاصه تخليها كيصور وينزل. وانا حذرتكم في هذا البرنامج، قلت لكم كاين الشفاره اللي كيتسناوكم تخويو الدار باش يسرقوكم. اليوم ما بقاوش محتاجين يبقاو مقابلينكم وقتاش تخويو الدار ويشوفوا الاجنده ديالكم. نتوما كتفتحوا راسكم، العائله راه مسافره للمدينه الفلانيه، مخيمه في فلان المدينه الفلانيه، نتوما قلتوا لهم ودي سيروا سرقوا الدار راه خاويه، راه ما كاين حد. فللاسف هذه الظاهره ديال افشاء السر ولات عاده عند الناس بالنسبه للعالم ديال مواقع التواصل الاجتماعي. الانسان كينزل لك حياته كامله من الالف الى الياء وكيفتخروا بهذاك الشيء، وكيعتبروا نفسهم راهم لما كيعملوا داك الشيء كيديروا مزيه. احظي اسرارك.